ده مشروع احنا شغالين عليه دلوقتي. عايز اوريكم فكره في طريقه تقسيم الحمامات. ده كان اخر تقسيم وصلنا له. ده حمام البيت الرئيسي، حمام ممتاز جدا. بدخل من هنا، بفتح الباب على ايدي الشمال، بلاقي على ايدي اليمين دولاب للتخزين من الارض للسقف، عرضه حوالي 60 سنتي، مليان ارفف وادراج. بعد كده عندي الحوض نفسه حوالي متر، وبعد كده عندي التويلت واخد مساحة حوالي 120 سنتي، وفي نهاية الحمام عندي كابينة الشاور دي واخدة مساحة ممتازة جدا، هيكون فيها جلسة وأرفف وكل حاجة نفسي فيها. أما دي بقى فهي غرفة الماستر، غرفة ممتازة جدا، فيها سرير كويس جدا، دريسنج محترم. والحمام بقى هو اللي هنتكلم عليه. الحمام معمول كويس قوي. بفتح الباب على ايدي الشمال، بلاقي على اخر اليمين حوض كويس، وهنا التويلت بتاعي، وهنا كابينة شاور على زاوية كويسة برضه. النتيجة اللي وصلنا لها دي كانت ممتازة جدا، وتعتبر تطور كبير جدا عن النسخة الأصلية، والعميل كمان موافق عليها جدا ومبسوط بيها. بس الواحد ساعات بيبقى طماع شوية. فكرنا ازاي نحسن مساحة الحمام ده. هل ممكن نقدر نعمل كابينة شاور أكبر شوية مثلا، أو نخلي الحوض واخد راحته أكتر؟ تعالوا بقى نبص على البديل التاني. الفكرة كانت إني أحاول أخلي الحمام ده مربع بالشكل ده، يعني الخلع اللي موجود هنا ده أعكسه وأخليه في الناحية دي. تعالوا بقى نشوف البديل التاني. ده حمام الماستر بعد التعديل، بقى مربع بالكامل. بفتح الباب بلاقي قدامي الحوض بتاعي، وبعديه التويلت بتاعي واخد مساحة كويسة قوي، وبعدين كابينة شاور مستطيلة كبيرة جدا بعرض الحمام، بقى جواها جلسة وأرفف ومساحة أكبر للاستخدام. بدأنا الحمام بحوض مساحته 130 سنتي، مراية كبيرة جدا ورخامة كبيرة وتخزين كويس قوي تحت الحوض. بعد كده أخدنا مساحة 120 سنتي كاملة يتحط فيها بس التويلت بتاعي. كابينة الشاور أخدناها مربعة شوية بالشكل ده، كل المساحة دي هي كابينة الشاور بتاعتي. قدرنا نعمل جلسة وأرفف وبرضه مساحة ممتازة جدا للاستخدام. أما الكتف اللي ظهر معايا هنا ده اتحول لدولاب أكبر من اللي كان موجود قبل كده، سواء يتحط فيه غسالة أو ملابس أو تخزين زي ما احنا نحب. وده بقى الشكل النهائي للحمام. احساسي وانا داخل ان الحمام مربع عادي جدا، مش حاسس ان هو صغر او في زاوية حصلت. احنا لحد دلوقتي مش قادرين نقرر البديل رقم 1 ولا البديل رقم 2 هو الافضل. ده بقى لو كان بيتك انت، تعمل رقم 1 ولا رقم 2؟